شخصية كنت بحبها وانا صغيرة دلوقتي بقت من اغبى واكتر الشخصيات المستفزة اللي شفتها في حياتي. وازاي كرتون كنت بحب اتفرج عليه قوي وكان بالنسبة لي اجمل كرتون دلوقتي بقى بالنسبة لي من اغبى الكراتين شفتها في حياتي كلها. هقول لكم دلوقتي ايه الاسباب. اكيد كلنا شفنا كرتون مارينيت او تقريبا يعني كلنا، معرفش اذا كان في حد ما شافوش ولا لا. وكان بالنسبه لنا جميل قوي وبنحب مارينيت قوي وكل حاجه جميله، بس ده كان بالنسبه لي انا كمان وانا صغيره. بس لما كبرت فكرت في الكرتون شويه او لما بقيت باجي اتفرج عليه تاني بقى انا بقيت حاسه حرفيا ان ده اغبى حاجه شفتها في حياتي وكرهت شخصيه مارينيت. دلوقتي خلينا نبدا اول حاجه بالكرتون وبعد كده ندخل لشخصيه مارينيت مستفزه. اولا طبعا كلنا عارفين قصه الكرتون والقصه جميله وكل حاجه جميله. هنتكلم عن الحاجات المستفزه. اولا كل حلقه انت عارف اللي هيحصل، انت عارف هوكموس اللي هو جابرييل هيلاقي حد متضايق هيخلي الأكومة تحوله للشرير، وبعد ما يتحول للشرير يبوظ المدينة، والدعسوق او القط الاسود هما اللي هينقذوا المكان وخلاص. دي القصه. كل حلقه انت عارف ايه اللي هيحصل. اما الحلقات المفيده اللي تفيد قصه الكرتون لا، هي بتيجي كل فين وفين وقليله قوي. اما الحلقات اللي كل حاجه فيها ممله هي اللي بتكون موجوده اغلب الكرتون. وكمان اغلب الكرتون يعني في احداث ملهاش لازمه اصلا. يعني انا نفسي افهم، انا داخله اشوف قصه المفروض ان هي تكون قصه جميله، ليه اقعد اشوف اغلب الحلقات مارينيت وهي بتحاول تكلم ادريان؟ انا كسبت ايه؟ انا كسبت ايه؟ ده بيفيد القصه بايه؟ اوكي هيفيد القصه، نخلي حلقه حلقتين شويه حلقات. اما معظم الحلقات كده احنا ما شفناش غير تقريبا في اخر موسم اللي هو تقريبا الموسم اللي اختفى فيه جبريال اللي هو خلاص بقى اتمنى امنيته، هي دي الموسم الوحيد اللي خلاص هما الاتنين بقوا مع بعض. اما تقول المواسم لا كانوا قرفنا. دي من اكتر الحاجات اللي كانت مستفزاني في الكرتون، اللي هو ليه يعني ده تشويق يعني ولا ايه؟ ما فهمتش حاجه. هي كل الحلقات على كده وبعد كده ندخل في احداث تانية خالص ملهاش علاقه اصلا بالكرتون. في موضوع تاني مضايقني بصراحه وانا عايزه اتكلم فيه ومعرفش كان في حد تاني بيضايقه الموضوع ده ولا لا، اللي هي لما بييجوا يستخدموا المراكلس او بييجوا مثلا يستخدموا قدره خارقه، ليه لازم عرض الازياء ده؟ بجد يعني خلاص مره مرتين بس، مش كل حلقه نفس عرض الازياء. تخيل المدينه بره في وحش او في كائن شرير عمال يكسرها، انت عمال تعمل عرض ازياء لحد ما تروح تنقذها. يعني يا جماعه في ايه بجد؟ انا بحس ان الموضوع مزعج قوي. وبعدين المفروض ان في الكرتون هم ما يكشفوش هويتهم او ان محدش يقدر يعرف هم مين اصلا في الحقيقه. فهم بقى لما بيلاقوا المدينه ان هي في حد شرير بسبب هوكموس يروحوا في اكتر اماكن ممكن اي حد وهو معدي يشوفهم كده ويروحوا متحولين عادي، يعني مفيش مشكله. يعني مفيش ولا مره هو حد وهو معدي كده شافهم. يعني ايه يا جماعه في ايه؟ يعني بجد الموضوع مزعج قوي. يعني ولا مره هو حد وهو معدي كده شافهم، يعني هو معدي كده شاف عرض الازياء ده لا. وبعدين كل ما يجي المقطع ده بحس ان انا في كرتون اللي هو دورة. عارفين دورة اللي هو انا ناقص شويتين يقولوا انا مش عارف ايه انا لا ارى. هو ده الحاجه الوحيده اللي بحس انها ناقصه. بحس الموضوع مزعج ومستفز قوي. في ايه يا جماعه؟ انا بتفرج على كرتون مش بتفرج على دورة. يعني ليه بجد؟ ليه انا بتفرج على كرتون المفروض ان هو ليه قصه حلوه، يعني المفروض ان ده قصته حلوه، ليه عرض دورة ده محطوط في النص؟ ليه بجد ليه؟ يعني انا ما بقولش ان كرتون مركز وحش، بالعكس هو في حاجات حلوه بس في حاجات مستفزه ان هو مكرر قوي. يعني اغلب الحلقات متكرره بس بطريقه تانية مع اشخاص تانية. بس في حاجات حلوه يعني في بعض الحلقات اللي هي الاختلاف بسيط قوي بين كل حلقه. بس معظم الاحداث هي نفس الاحداث لو فكرنا فيها او قريبه قوي. في بعض الحلقات بتبقى فيه اختلافات يعني. بس قصة الكرتون نفسها حلوة، يعني قصة الكرتون بجد جميلة. ليه بقى عرض دورة ده محطوط في النص؟ ليه بجد ليه؟ انا ناقص شويتين هلاقيهم بيقولوا اين الشرير انا لا اراه. هو ده الحاجة الوحيدة اللي بحس ان هما ناقص يقولوها، ما بحسش ان ناقص حاجة تاني. طب خلاص عايزين العرض ده يبقى مميز ممكن نغيره كل مرة، بس مش لازم كل مرة اشوف نفس الشريط. موضوع مزعج قوي. الكرتون ايه الحاجه اللي مش عاجباني في الكرتون؟ مش معنى كده ان الكرتون كله وحش، بالعكس الكرتون فيه شخصيات حلوه، فيه حاجات حلوه، قصته جميله. انا الحاجات اللي بتستفزني فيه ان كل حلقه اغلبها الاحداث بتبقى هي نفس الاحداث بس باختلاف الشخصيات وباختلاف بعض المواقف، بس ان هي نفس الفكره بس فيها اختلاف. يعني مثلا في شخصيات جديده، في ناس جديده، في مواقف جديده، بس الفكره نفسها يعني الفكره ما اتغيرتش. ومعظم وقت الحلقه اصلا ان الدعسوق او القط الاسود بيحاربوا الشرير، بس هي دي معظم الحلقه. يعني مفيش اي حاجه في الحلقه غير كده. يعني هي اول الحلقه واخر الحلقه هي دي بس الحاجه اللي مفيهاش ان هم بيحاربوا الشرير. طب يا جماعه انا استفدت ايه؟ يعني انا جايه اشوف الكرتون، المفروض الكرتون قصته حلوه واحداثه حلوه، ليه ما ندققش ان احنا ازاي نجيب جابرييل او الهوكموس المفروض اللي هو شرير القصه، بدل ما انت كل شويه تحط لي اشرار؟ ماشي حط اشرار بس مش معظم وقت الحلقه رايح عليهم، مش كل حلقه معظم وقت الحلقه رايح عليهم. انا ما كسبتش حاجه كده بجد الموضوع بيبقى ممل ومتوقع قوي، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللي بتضايقني في الكرتون. فهل هذا يعني انا كل الكرتون وحش؟ لا اكيد. يعني الكرتون فيه حاجات حلوه وفي حاجات وحشه، وانا قلت الحاجات الوحشه، واي حد اتفرج على الكرتون مركز يبقى عارف ايه هي الحاجات الحلوه من ضمنهم القصه. اما الاحداث اغلبها بتتعاد، يعني ده اللي انا قلته. دلوقتي نتكلم بقت مارينيت بالنسبه لي ليه اكتر شخصيه مستفزه او اسوأ شخصيه شفتها عموما.
اوكي، اول حاجه مارينيت اللي هي المفروض انها بتستخدم الميراكلس في انها تنقذ الناس، بس ده الهدف الاساسي، ما قدامهاش اهداف تانية. المفروض ان هي عشان كده، عشان ما تكشفش نفسها هي مين، عشان تنقذ الناس. هل مارينيت بتعمل كده؟ لا. حد هيقول لي لا بس هي بتعمل كده ومش عارف ايه. هقول لك في حلقات كتير قوي حضرتك، انت متفرج على كرتون ميراكلس كله اللي اتعرض على ام بي 3 بس، يعني انا ما كملتش بعد كده مبدئيا، هتلاقي ان في حلقات كتير قوي من اللي احنا اتفرجنا عليها واحنا اطفال هي استخدمت الميراكلس لاهداف شخصيه. كدبني يا حضرتك، لو انت ما اتفرجتش على كل الكرتون يبقى انت كده ما اتفرجتش على كل الكرتون. من ضمن الحاجات اللي مارينيت استعملت فيها الميراكلس، من ضمن الحاجات انا بتكلم في بعض الحاجات، هجيب حاجه مثل صغنون كده بس عملته من معظم الحلقات. كلنا اكيد يعني شفنا الحلقه بتاعت ادريان وليلى، لما ليلى جت وليلى قعدت تقول له اوه انا اعرف الدعسوقه، اوه كانت عماله تكذب عليه يعني عشان يشوفها ان هي واو مميزه وكده. فمارينيت تعمل ايه؟ بدل ما تمشي وخلاص هي كدابه ومش مهم المفروض الماكله دي بستخدمها عشان انقذ الناس بس، لا، هي مارينيت علشان غارت من ليلى وحست انها كدابه قامت مستخدمه المركز وقالت لها انت كدابه، انت واحده كدابه. فلما ادريان قال لها انت ليه عملتي كده واحرجتيها كده، وادريان مبدئيا معاه حق في اللي هو قاله لما قال لها انت اللي تعملي كده، انت ازاي تحرجيها كده، هي بتكذب خلاص، انت مهتميه بالموضوع ليه؟ قالت اصل كان انا ما بحبش حد يكذب. يا حضرتك كده انت دلوقتي كذبتي، انت ما عملتيش كده عشان هي بتكذب، لا انت لو هي كانت بتكذب على حد تاني ما كانش همك، انت عملتي كده عشان هي بتكذب على ادريان. فهي كدابه وانت كدابه، انت ما عملتيش كده عشان هي بتكذب عليكي، لا انت عملتي كده علشان انت مش عايزاها تتكلم ادريان، ده كل الموضوع. بس اتحولت عشان سبب تافه زي ده، يعني انتوا متخيلين ان هي المفروض تستخدم دي عشان تنقذ الناس، استعملت سبب تافه زي ده، وحتى تصرفها غلط. يعني تخيل واحده بتكذب انت تروح نط عليها اوه انت كدابه انت مش عارف ايه، ده انت كده بتحرجها، وانت المفروض اصلا بطل، يعني المفروض الحاجات دي ما بتهمكش. البطل ما بيهموش الناس تعمل ايه، مهم بس ان هو ينقذ، مش مهم الناس شايفينه ايه، وهو ده البطل، هو ده البطل. اما اللي هي بتعمله ده اسمه هبل. ده مش التصرف الوحيد لمارينيت، يعني مارينيت اكتر من مره استخدمت الميراكلس اهداف شخصيه، واكتر من مره اتصرفت حتى وهي متحوله عشان تنقذ الناس بتصرفات غبيه عشان اهداف شخصيه. اوكي، يعني دي مش اول مره مارينيت تعملها، في حاجات عملتها اسوأ من كده. ده انا جايبه لكم بس مثل صغير. تاني حاجه يعني يا جماعه دلوقتي ان انتوا اخدتوا بالكم في حاجه تانية مستفزه قوي في مارينيت، انا هقولها في النهايه بعد ما اخلص السبب ده، هقولها على طول عشان ايه انا ببدا من البسيط للاسوأ. اوكي، مارينيت طول الكرتون بتعمل تصرفات غبية. أول ما تلبس الميراكلس الذكاء والحكمة، طب الحكمة دي كنا استخدمناها بقية الكرتون، ليه بنتصرف تصرفات غبية طول الكرتون؟ كل ما نشوف ادريان ليه بنتصرف تصرفات غبية؟ أنا مش قصدي إن هي طول الكرتون بتتصرف بغباء، أنا قصدي إن هي في تصرفات قوي كتير ليها وهي مش الدعسوقة بتتصرف فيها بغباء، فأول ما بتحاول تعصب تبقى حكيمة. طب ما نستخدم الحكمة والذكاء ده في بقية الأحداث، ليه في أحداث كتير قوي إحنا بنعمل فيها تصرفات مغفلة بس أول ما تحاول تعصوقة ولا غلطة. دلوقتي بقى نتكلم عن أكتر حاجة مستفزة في مارينيت، طريقتها مع ادريان. حد هيقول لي ايه المستفز ودي قصه رومانسيه؟ حضرتك انا طول طفولتي اصلا شفت كميه قصص رومانسيه كتير، ومن خبرتي في القصص الرومانسيه اللي انا شفتها طول حياتي تصرفات مارينيت معاه مش رومانسيه خالص، دي مش اسمها الرومانسيه. اولا تصرفات مارينيت غريبه قوي ومستفزه قوي. يعني ايه؟ يعني هي عارفه هو رايح فين جاي منين، حتى صور في اوضتها، عارفه حاجات عنه هو اصلا ممكن ما يبقاش عارفها عنه اصلا، وده المفروض عادي دي قصه رومانسيه. لا ده مش قصه رومانسيه، ده تصرف غريب، ده تصرف غريب. ليه حاطه صور في اوضتها؟ ليه عارفه هو كل بتراقبه وهي عارفه كل حاجه عنه حرفيا، ممكن تكون عارفه حاجات عنه هو شخصيا مش عارفها، والمفروض ده عادي. ده مش عادي، ده مش عادي. انا شايفه التصرف ده غريب ومستفز قوي، حتى طريقتها وهي بتكلمه. وبعدين في حاجه محيرانه قوي طول الكرتون، يعني طول الكرتون الناس كلها اول ما تشوف تصرفات مارينيت تحبه ما عدا ادريان نفسه. يعني هو ادريان نفسه اللي بيكلمها هو مش اخد باله خالص، هو في كوكب اخر، هو مش اخد باله خالص. وبعدين في حاجه تانية برضو مضايقاني، يعني المفروض مارينيت بتحب ادريان، والادريان هو القط الاسود، والقط الاسود بيحب الدعسوقه اللي هي مارينيت، بس الدعسوقه اللي هي مارينيت مش بتحب القط الاسود. ايه اللفه دي؟ ايه اللفه؟ انا ليه حاسه ان انا دخت؟ ده هل هذا تشويق ولا ايه؟ مش عارفه. وفي النهايه خالص احب اقول ان ده رايي الشخصي، ومفيش اي حاجه في الفيديو اصلا مأخوذه بجديه، ده كله هزار اصلا. اوكي، فلو انت بتحب الكرتون او بتحب شخصيه مارينيت، الكلام اللي انا قلته ده مش معناه ان الكرتون او شخصيه مارينيت وحشه، بالعكس في حاجات في شخصيه مارينيت حلوه وفي حاجات في الكرتون حلوه، انا بقول بس رايي عن الحاجات اللي مش عجباني. وفي النهايه اصلا يعني كل ده هزار اصلا. انا بالنسبه لرايي للكرتون، او انا اتفرجت عليه تاني ولا لا؟ لا، انا من ساعه ما اتفرجت عليه وانا صغيره لحد دلوقتي ما اتفرجتش عليه تاني، فده مش معناه ان الكرتون وحش او اي حاجه، كل واحد ليه ذوق. بس انا رايي الكرتون فيه حاجات كتير قوي ايجابيه من ضمنهم شخصيه مارينيت. وانتوا قولوا لي ايه رايكم، ايه اكتر حاجه بتحبوها في مارينيت او ايه اكتر حاجه مش بتحبوها. وشكرا، باي باي.